السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعة لنا يوم القيامة. صلوا على النبي في الكومنتات يا جماعة واعملوا لايك كده عشان الفيديو ده مهم جدا. طالباه واحدة من متابعيني بعتت لي اكتر من مرة واتشرفت بيها جدا. بتقولي الفراخ عمرها 6 ايام اعمل لهم خلطة بصل وتوم ولا لا، واطفي عليهم بقفل عليهم النور ساعة الظهر وشلت اللمبة الحمراء وحطيت اللمبة البيضاء، كده صح ولا غلط؟ طبعا هقول لك انا هجاوبك على كل نقطة لوحدها. اول حاجة خلطة البصل والثوم بنعملها للفراخ، بس من الافضل نعملها من عمر 10 ايام. اذا كنت حابة تعمليها للفراخ في عمر 6 ايام يبقى فص ثوم صغير وربع بصلة صغيرة تضربيهم في الخلاط على لتر مية، وتاخدي المية بتاعتهم تحطيها للكتاكيت لمدة 8 ساعات، بعدين تشيليها لمدة 8 ساعات بس، وبعدين تشيليها وتغسلي السقاية كويس عشان الريحة بتاعت البصل والثوم ما تفضلش موجودة في السقاية. ده لو يعني عايزة تعمليها للكتاكيت، كان الأفضل إن هي تتعمل على عمر 10 أيام. طيب ليه إحنا بنعمل الثوم والبصل؟ مطهر معوي طبيعي للكتاكيت، بيرفع المناعة وبيعالج البرد والكشاشان. لو في الحالات دي موجودة عندك اعملي خلطة البصل والثوم، ما فيش يبقى ملوش لازمة. وما تكتريش البصل والثوم عشان هم حامين على معدة الكتاكيت، لان الكتاكيت لسه صغيرة. طيب لو في اسهال بني او اسهال دموي للفراخ الكتاكيت وهم صغيرين كده، وقفي الخلطة دي على طول لانها بتزود الالتهابات. ولازم تصفي التصفية مهمة جدا للبصل والثوم، تصفيهم كويس قوي عشان اي طفل هتسيبيه هيسد السقاية وهيعمل ريحة وحشة وهيعمل كمان عفن في السقاية، وده هيبقى غلط جدا على الكتاكيت. خلطة البصل والثوم اللي موجودة قدامك في الصورة دي الفراخ دي كانت عمرها 12 يوم. فبس انا جبت صور من عندي علشان اشرح لك الفيديو، حاولت ان انا اجيب صور الكتاكيت عندي وهم صغيرين. انا حاليا ما عنديش كتاكيت ولا فراخ صغيره دلوقتي، الفراخ بتاعتي كلها كبيره، بس حبيت اجيب لك صور عشان اقرب لك المسافه شويه. طيب لو الكتاكيت كويسه وبتاكل وبتشرب طبيعي ومفيش اي اعراض عليهم، خليكي في ميه نظيفه احسن حاجه، لان هم لسه صغيرين. الخلطه ديت مهمه جدا للفراخ في العمر الكبير، طبعا طول ما فيش اسهال بني ولا اسهال دموي، لازم ترفع مناعه الفراخ. بس بدل ما فيش حاجه خليكي ايه على الهادي كده مع الكتاكيت وهم عمر اسبوع، ما بنحط لهمش حاجه لحد لما بيتم اسبوع 10 ايام، بنحاول نحط حاجات بسيطه خالص. بالنسبه بقى ان انت سالتيني اقفل النور عليهم ساعه الظهر ولا لا، طبعا الكتاكيت في العمر الصغير ما بتقفلش عليهم النور خالص، قلت زي ما قلنا لحد عمر 15 يوم ما بتقفلش عليهم النور خالص. وبتقولي كمان شلتي اللمبه البيضه وحطيتي شلتي اللمبه الحمراء وحطيتي اللمبه البيضه. طبعا ما ينفعش، اوعي تشيلي اللمبه الحمراء للكتاكيت في العمر الصغير، لان الكتكوت في العمر 6 ايام بيبقى جسمه لسه مش بينظم حرارته بنفسه، محتاج درجة حرارة من 32 ل 34 درجة مئوية. لو شلتي اللمبة الحمراء وحطيتي لمبة عادية الحرارة هتنزل تحت 28، وهيبرد وهيجيله إسهال وهيجيله كشاشان، وممكن لا قدر الله يموت منك. بتعملي ايه في عز الحر؟ خلي اللمبة الحمراء بس ارفعيها لفوق شوية علشان الحرارة ما تعلاش عليهم. وانت برضو لازم تتابعي سلوك الكتاكيت قدامك على حسب السلوك اللي انت شايفاه قدامك. لو متجمعين تحت اللمبة يبقوا بردانين، لقيتيهم كده كلهم متكومين تحت اللمبة يبقى هم بردانين. طب لو منتشرين على اطراف الحيطان عندي كده او في اطراف الاوضة اللي موجودة وتلاقيتيهم بيلهسوا كده يعني ايه بينهجوا، يبقى حرارة عالية، ساعتها وطي اللمبة شوية. بس اللمبة العادية ما تنفعش خالص في السن ده لانها مش بتدفي، هي بتنور بس. تبدأي تشيلي اللمبة تدريجيا من عمر 10 ايام لحد عمر 14 15 يوم على حسب الجو اللي موجود قدامك. يعني من بعد عمر ال10 ايام تبتدي ان انت ترفعي اللمبة شوية بشوية، او لو كانت اللمبة كبيرة 200 واط تخليها 100 واط وتصغريها شويه، وبعد كده تشيليها خالص وتحطي لمبه بيضه. وطبعا الكلام ده بيبقى في الصيف، في الشتاء غالبا بتبقى اللمبه الحمراء موجوده طول الفتره اللي بنربي فيها الفراخ، حتى لو ما تكبر بتبقى برضو موجوده. طيب انت لما تدخلي على فراخك لازم تشغلي 3 حاجات: ودانك وعينيكي ومناخيرك. ازاي؟ ودانك انك تدوري على صوت الخنفره وصوت الضفادع اللي دايما بنسمع عنه ان هو موجود في الفراخ البيضاء. اول ما الفراخ البيضاء بتبرد بتعمل صوت خنفره او صوت عامل زي صوت الضفادع كده، دي كده عندها برد عشان تبداي علاج فورا. ثانيا قلنا ايه؟ قلنا دي ودانك. طيب قلنا عينيكي تبصي عليهم كيشين متجمعين تحت اللمبه، عندهم اسهالات، ايه نوع الاسهال ولونه
كل لون اسهال موجود، سواء اسهال ابيض، اسهال بني، اسهال دموي، اسهال بني سايل زي ما قلنا في الاول، كل انواع الاسهال ليها علاج، كل نوع وله عرض معين وله علاج معين. طبعا هقول لكم عليه في الفيديوهات، قلته قبل كده وهرجع اقوله تاني ان شاء الله. طيب نيجي لثالث حاجه، تشمي في ريحه امونيا في الاوضه، زي ريحه كتمه وكمكمه كده، الريحه دي موجوده، يبقى هم في امونيا، يبقى هم معرضين للكوكسيديا او الكوليستريديا، فلازم فورا تبداي علاج. يبقى كده الفرشه عندك مش مظبوطه، يبقى كده العيب في الفرشه، محتاجه رشه جير، محتاجه رشه تبن، او محتاجه انها تتغير اصلا، مدلوق عليها ميه او كده، فمحتاجه انها تتغير خالص. طبعا لو اتبعتي كل الحاجات دي هتحمي فراخك من هم يتعرضوا لاي امراض. غير بقى ان احنا طول الوقت بنحط لهم اضافات على العلف، وبنحط لهم اضافات على الميه، طول الوقت متابعاهم. طبعا في ايام الحر بتروح لهم الصبح بدري علشان تحط لهم الفيتامين سي، او تحط لهم اي حاجه في الميه ترفع من مناعتهم قبل دخول الحر. ما تجيش وقت الظهريه وتقولي ما راح احط لهم ليمون، او راح احط لهم فيتامين سي، او راح احط لهم شويه خل في الميه عشان يقدروا يقاوموا الحراره. علشان يقدروا يقاوموا الحراره لازم تروح لهم الصبح بدري قبل الحر، مش بعد ما الحر يجي. طيب حتى لو الفراخ عندك وهي في عمر صغير، من عمر اسبوع، حسيتي ان هم جالهم اسهال وشايفه الاسهال واضح قدامك، على طول تروحي للدكتور البيطري وتجيبي علاج للاسهال، هيديهولك، هتقعدي تستعمليه للفراخ 3 ايام، وبعد كده تبداي بقى تنزلي لهم بالخلطات والوصفات. زي مثلا الشيح، تغلي الشيح على النار لمده 5 دقايق وهو متغطي، وبعد كده تاخدي الربع كوبايه منه على السقايه اللتر وتحطيها للفراخ. طبعا في الحر بتحطي للفراخ الميه ساقعه، مش متلجه، الميه تبقى ساقعه، واي حاجه بتغليها تسيبيها لما تبرد، وبعدين تزودي عليها ميه ساقعه وتحطيها للفراخ. يبقى انت كده قضيتي على الاسهال وهو في اوله. طيب لقيتي حاله الفراخ سيئه، يبقى الفراخ عايزه مضاد حيوي، برضه تروحي للبيطري وتستشيريه، وهو هيديك المضاد الحيوي المناسب اللي ينفع في حاله الفراخ. بتوصفي له الحاله والعمر وتوصفي له كل حاجه، وهو هيديكي المضاد الحيوي المناسب. ده كله وهم في العمر الصغير. يا رب اكون قدرت اجاوب على كل الاسئله اللي انت سالتيني عليها. واي حد عايز اي سؤال من اي حاجه انا هعمل بيه فيديو فورا، هجاوب عليكي زي ما جاوبت عليكي في الكومنت. وهرجع تاني اعمل لك فيديو بالتفصيل واشرح لك فيه كل حاجه، لان انا اصلا ده شغلي، اللي انا افسر كل حاجه واوضح كل حاجه، وربنا يعلم ان انا بجاوبكم بمنتهى المصداقيه، ما بخبيش عليكم اي حاجه. حتى الفراخ اللي بيحصل عندي نافق فيها انا بصورها وبنزلها على الصفحه، وبقول لكم اسباب النافق ايه. طبعا كله بإرادة ربنا طبعا، وربنا يبارك في طيورنا جميعا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم، والصلاة على الرسول في الكومنتات يا جماعة، صلوا على الرسول كتير في الأيام المفترجة دي. كل عام وأنتم بخير. فيا رب يكون الفيديو يكون جاوب على كل الأسئلة. ما تنسوش اللايك يا جماعة، هو اللي بيرفع الفيديو، اللايك ثم اللايك ثم اللايك. ويا رب يكون كل حاجة أنا قلتها مفيدة بالنسبة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بألف خير.